قال جل في علاه في محكم كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالأصل في خلق الإنسان والجان هي عبادة الله سبحانه جل في علاه، لكن كيف بدأت عبادة الله سبحانه وكيف بدأ عصيانه؟ لنشاهد. هناك صراع كبير بين الإنس والجن منذ بدء الخليقة، ويستمر هذا الصراع إلى يوم البعث العظيم، حتى يفصل فيه رب العالمين سبحانه وتعالى، وتجزى كل نفس ما كسبت، ويحاسب إبليس من بني الجان على عصيانه لله عز وجل، حيث نشأت عداوة بين إبليس وآدم عليه السلام حتى قبل أن ينفخ الله فيه من روحه. أيعقل أن تكتسب عداوة لشيء قبل أن يخلقه الله عز وجل؟ هذا ما حدث مع آدم عليه السلام وإبليس الملعون. لنعد قليلا بالزمن إلى الوراء قبل خلق آدم وقبل الكراهية التي يكنها إبليس لبني البشر، إلى أول الجان، حيث كان هناك أبو الجن ويسمى سوميا. قال له الله عز وجل: يا سوميا تمنى. فقال سوميا: أتمنى أن نرى ولا نرى، أن نغيب في الثرى، وأن يصبح كهلنا شابا. فلبى الله عز وجل أمنيته وأسكنه الأرض له فيها ما يشاء. كان الجن أول من عبد الله عز وجل في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولكن بعد موت سوميا أبو الجن أتت أمة من الجن لم يداوموا الشكر على ما أنعم الله عليهم من النعم، فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء فيها، لم يعبدوا الله حق عبادته، فأرسل إليهم الملائكة تعذبهم، وكلما أفسدوا أرسل إليهم الملائكة تعذبهم، حتى أرسل الله الملائكة للجن ليبعدوهم إلى الجزر، وأصبح ممنوع عليهم الاقتراب من الأرض حتى لا يمسوا المخلوقات التي تسكنها بأي سوء أو أذى. فكانت هنالك مخلوقات أخرى تعيش على هذه الأرض من الطيور والحيوانات، وكان من بين الجن جني صالح يتقي الله وهو إبليس. كان جنيا صالحا تقيا ومخلصا في عبادته لله سبحانه، فأكرمه الله عز وجل ورفعه إلى السماء مع الملائكة لحسن عبادته. مرت السنون والجن يسكنون الأرض محبوسين في الجزر، وعاش إبليس في الملأ الأعلى مع الملائكة. بعد سنين عديدة خلق الله عز وجل آدم عليه السلام من طين، وهو أول نبي من أنبياء الله وأبو البشر. لما خلقه الله عز وجل وقبل أن ينفخ فيه الروح، جاء إبليس ينظر إليه ويحوم حول جسده، فيدخل في منخاره ويخرج منه وفي جوفه كذلك، فغار منه وخاف أن يأخذ مكانه، فقال: إنه أجوف من الداخل، هذا لن يتمالك. ثم قال للملائكة: لا عليكم منه، لئن سلطت عليه لأهلكنه. فنفخ الله فيه من روحه، وأمر الملائكة وإبليس أن يسجدوا لآدم عليه السلام، فسجدوا كلهم إلا إبليس. أصابه حسد عظيم وغرور كبير، أبى واستكبر، ورأى أنه أفضل منه، لأن آدم مخلوق من طين وإبليس مخلوق من نار. فسجود الملائكة تكريم وتعظيم لآدم عليه السلام. قال سبحانه جل في علاه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فقال الله عز وجل لإبليس: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ فقال له إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فأخرجه الله عز وجل من الجنة مذموما مدحورا. فطلب إبليس من الله أن يمهله إلى يوم البعث، وتحدى الله عز وجل بأنه سوف يغوي عباده إلا الصالحين منهم. قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وطرد إبليس من الجنة وسكنها آدم وزوجته حواء عليهما السلام، إذ خلق الله عز وجل حواء من ضلع آدم لتكون أنيسة له ورفيقه. فقال الله تعالى لآدم وزوجته: لا تأكلا من هذه الشجرة واستمتعا بكل ما تبقى من النعيم، ففي الجنة أصناف لا تعد من الطعام، وشراب لذيذ اشربا منه، لا حر فيها ولا شمس. وحذر الله سبحانه وتعالى آدم من اتباع وساوس إبليس وأوامره. فقد توعد إبليس بإغواء آدم عليه السلام وذريته حتى يحشرهم الله عز وجل يوم القيامة،
فقال الله تعالى: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وهنا أراد إبليس الدخول إلى الجنة حتى يوسوس لآدم عليه السلام وحواء عليها السلام، فمنعته الملائكة من الدخول، فذهب إلى الحية وطلب منها الدخول إلى جوفها فتدخل الجنة، وهكذا يستطيع أن يدخل معها. ففعلت ذلك، فوسوس إبليس لآدم عليه السلام ليأكل من ثمر هذه الشجرة، وقال له: أليس إذا أكلت من هذه الشجرة سيجعلك الله خالدا مع ملك لا ينفذ ولا يبلى؟ فضعف آدم لوسوسة الشيطان وامتثل لأوامره، فأكل من الشجرة. وقال الله سبحانه وتعالى: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، فأنزلهما الله سبحانه وتعالى إلى الأرض وتاب عليهما وأمرهما بعبادة الله وحده لا شريك له. وبهذا هبط الإنسان من الجنة إلى الأرض إلى يوم يبعثون، عاش فيها بحلوها ومرها. فاللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين لك خاشعين. ربي، هذا عبدك الضعيف قد ضاقت به الأسباب وأغلقت في وجهه الأبواب، أنت المرجو لكشف هذا المصاب وفتح هذه الأبواب. يا من إذا دعيت باسمك الأعظم أجبت، أجب دعائي بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. وقبل أن أختم محبي الكرام، أحب فقط أن أنوه إلى أن رمضان قد أوشك على المغادرة، فما هي إلا أيام معدودات ويهل علينا هلال شهر شوال. محبي الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي باستغلال هذه الأيام المتبقية في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطاعته وإصلاح ما يمكن إصلاحه، فلربما لن نعيش إلى رمضان القادم، وربما لن نعيش حتى نهاية هذا الرمضان. كان هذا فقط ما أريد أن أنوه له. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم محبي الكرام. أضرب لكم موعدا مع فيديو جديد إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.